طبعا لسه مصطفى شويه، ما اعتقدش ان في الظروف دي في بدايه الدوري، لان انا مش شايف ان الشناوي كان سبب في حاجه. مكسب النادي الاهلي في بطوله الكاس ضد المقاولين في ضربات الجزاء، حتى لو صد ضربه جزاء واحده ولا اتنين. ففي الاخر لا، هو يعني انا مش شايف ان في اخطاء تستدعي ان هو الراجل مثلا يقعده. لا، وغير كده مصطفى جون كويس ولسه عنده مستقبل، وعلي لطفي كمان. ولكن مصطفى لازم علشان يخش لازم يبقى فيه مستوى ماتش واثنين وثلاثه، ان الشناوي لازم يريح شويه علشان يبتدي يستعيد تاني ثقته وتركيزه وعافيته، لان دايما الجون مش بس موضوع بدني، لا ذهني كمان، ان هو بيبقى مضغوط عدد ماتشات كتير. هو ده ما وصلش لكده، بالعكس الشناوي جاي من راحه. الشناوي المفروض ان الفتره دي هي احسن فتره ليه بعد ما اخذ الراحه الكويسه في نهايه الموسم، وابتدى يشتغل مع المنتخب وابتدى يشتغل مع النادي الاهلي. فلسه بدري، ولكن مصطفى هو اللي جاي، وهو اللي ان شاء الله اللي هيبقى جون للنادي الاهلي والمنتخب. انا متوقع كده بامكانياته، وانا شايفه احسن من كابتن شوبير. كابتن حضرتك كلام. انا عايز اجيب من على الارض واحط على دماغي. وصلنا للزمن اللي محمد عبد المنصف بتاع 6-1 حبيبه بشير بيتكلم على الكابتن موشي الناوي. لا 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 لا، ده الانصاص قامت والقوالب قامت والفرخه كلت عيالها من الاخر. لمجموعه مدربين هخص بالذكر زميلي ايهاب جلال. ايهاب جلال عمل طفره مع المقصه، صنف خد تاني معاهم الدوري. بعد كده مفيش انجازات، انما قصدك بعد كده مشي من الانديه اللي مسكها كلها بالظبط، حتى انبي ما اعرفش لدرجه النهارده قريت موضوع عن بعض الوكلاء، وكيل وبيكتب عن تامر النحاس، ان تامر النحاس هو اللي بيسوق له وهو اللي بيتكلم له وهو اللي بيعمل له. هل الكوره اصبحت كده؟ طب خلاص يبقى انا خلصت كلام من عندنا ولا ايه يا كابتن سيد؟ لا، او كابتن سيد عارف ان الوكلاء النهارده، كنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، النهارده الوكلاء بقى لهم يعني الوكيل هو اللي بيحط النادي حتى لو مش كفاءه او احنا مش طبعا احنا لا نقصد الكابتن ايهاب انه مش لا، انا ما اقصدش كابتن، انا بقول لك ده زميلي، انا بتكلم على شكل عام. زي مثلا الفترات مثلا اللي كان في بعض المدربين بيمشي من هنا يروح هنا، يمشي من هنا يروح هنا، يمشي من هنا يروح هنا. خفت شويه لما خدوا القرار بتاع مرتين في الناديين في السنه. لا، ما هو دلوقتي لا بقى مشاك، ما انت اللي مشيت مش هتمرن. شويه هديت الدنيا دي. ده كان الاول في مدربين بتمرن 3 انديه في الموسم. كلمه ايهاب جلال، تيجي انت ايه في ايهاب جلال ولا شاكة ايهاب جلال ولا جرافطات ايهاب؟ الراجل بيضرب بجرافطات وبدله. مندوب كونكريت في المدربين، يا عيني على الضحك.